السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بأفضل صحة وأحسن حال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. طبعا بحب أشكر كل الناس الجميلة اللي بتعلق لي على الفيديوهات وبتكتب لي كومنتات جميلة. يا رب يديمكم نعمة في حياتي وما يحرمنيش منكم أبدا يا رب، ويوفقنا ويوفقكم جميعا للخير بإذن الله. تعالوا نشوف النهاردة هنعمل ايه. هنعمل وصفة جميلة وبسيطة ولذيذة جدا هتعجبكم. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة ولايك وشير للفيديو لو عجبكم، وكومنت جميل منكم يسعدني ويفرحني يا حبايبي. معايا هنا طبعا بيضتين بدرجة حرارة الغرفة. هحط عليهم 4 معالق أو 5 معالق من السكر. هحط معاهم كمان معلقة صغيرة من الفانيليا، وهقلب الخليط كويس قوي. هحط كمان نص كوباية من اللبن ونص كوباية من المية، معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، وهقلب الخليط بتاعي كويس قوي لغاية ما ادوب السكر والخميرة وما الاقي لهمش اي اثر خالص، يعني تختفي معايا حبيبات الخميرة والسكر تماما. هضيف عليهم طبعا 4 كوبايات من الدقيق. طبعا اضيف الدقيق طبعا يا جماعة زي ما اتعودنا في وصفاتنا ان احنا نضيف الدقيق بالتدريج. حتى لو عندك كمية الدقيق كلها وانت حافظة المقدار بتاعك، بس نصيحة مني تضيفي الدقيق بالتدريج. حطيت هنا ربع معلقة صغيرة من الملح، وهبدأ اعجن العجينة بتاعتي. طبعا الوصفة دي بتاخد معايا 4 كوبايات من الدقيق، بس انا هضيفهم بالتدريج. شايفين كده؟ تمام. عندي هنا هو طبعا الزيت، هحط 4 معالق 5 معالق من الزيت، 5 معالق كبار من الزيت. هبدأ طبعا ألم العجينة بتاعتي وأعجنها كويس قوي اهو، لغاية ما اوصل للعجينة الناعمة الملساء اللي انا عايزاها. لازم يكون العجين بتاعتي ملساء كده وناعمة، ما تكونش خشنة معايا وما تكونش فيها اي تكتلات. كده خلصت العجينة بتاعتي، هسيبها لغاية ما تخمر كده حوالي نص ساعة، يعني مش هخليها تخمر قوي، هسيبها لغاية ما تستريح كده اهو. بعد كده هبدأ أشكلها ل6 كور متساويين، يعني أشكلها أقطعها بأحجام متساوية، هخليها 6 كور كده كبار حلوين. هبدأ أخد كل كورة كده أفردها كويس وألفها رول وأقفلها، وهفضل ألفها كده لغاية ما تديني كده زي الشريط كده، وأسيبها لغاية برضو ما تستريح. واحدة كمان. انا هعوز لكل رغيف انا هعمله طبعا 3 كور من متشكلين، لاني انا هضفرهم مع بعضهم، هدخلهم في بعض كده اهو. هبدأ الفها على ايديا كده زي 3 شرايط كده او 3 قطع، هاخدهم كده من فوق الزقهم في بعض. طبعا يا جماعة في هنا مقطع من الفيديو راح مني طبعا، مش عارفة هو بالظبط استخبى فين، بس مفيش مشاكل طبعا. اهي بضفرها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو.
اهو، زي ما تكوني مثلا يعني ماسكه كده شعر بنتك وبتعملي لها ضفيره بالظبط. مش صعبه جدا ولا حاجه، اهي سهله جدا جدا. واحطهم كده جنب بعض، شوف شكلهم ظريف وشكلهم جميل ازاي. هبدأ كده بعد ما خمروا ادهنهم صفار بيض ولبن. وادخلهم الفرن على درجة حرارة 180. طبعا اديكم شايفين طلعوا بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. هو وصفة جميلة ولذيذة وسهلة جدا، مش هتاخد في ايدك اكتر من ساعة. وهتطلع معاكي بالشكل الحلو ده. هو تقدري تقدميها للعشاء او للفطار، وجبة خفيفة وجميلة وسهلة التحضير جدا. ما تنسوش تجربوها، ولو عجبتكم وبقولولي في الكومنتات. يلا لايك وشير للفيديو واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل الفيديوهات اللي هنعملها الفترة اللي جاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.